السلام عليكم إخوة المغاربة. كاملين شفنا الإشادة ديال دولة البرتغال، إسبانيا، فرنسا، جميع دول العالم. باللي حنايا عملنا عملية استباقية في إجلاء المواطنين ديال القصر الكبير والعرائش، مهم جميع المدن اللي كانت فيها فيضانات. الحمد لله سيدنا عطى الأوامر ديالو وقال كنتمنوا ما يموت حتى شي واحد، والحمد لله داكشي اللي كان، ما كاين لا خسائر بشرية ولا اقتصادية، ولله الحمد. كل شيء في المخيمات كاين اللي صدفوها العائلات ديالو، والامور ماشيه ولله الحمد. حنا تحت حكم الله، ولكن باش يخرج مغربي مدير في جريده، صحيفه مغربيه اسمها صوت المغرب، وهو مغربي، ويقول في قناه دوليه، يونس مسكين، يقول في قناه دوليه باللي هذاك عمليه تهجير المواطنين. وهاد كلمه التهجير هذه ما جاتش غير عشوائيه الاخوان، تقالت في نفس اليوم وفي نفس الساعة في إذاعة رسمية جزائرية: تهجير المواطنين من أجل الاستيلاء على منازلهم. هذه قناة جزائرية، ويونس مسكين هاد المدير ديال الجريدة ديال صوت المغرب استعمل نفس الكلمة ونفس الجملة: تهجير المواطنين. علاش ما تكلمش على الدول العظمى اللي كتشيد بجلالة الملك والعملية الاستباقية اللي عمل، وعلى السلطات اللي عاملين المغاربة فوق راسهم، المساعدات كلهم باسمه، حتى الناس اللي كل واحد عاون باللي يقدر، جميع السلطات. علاش ما دارش عليهم؟ علاش ما دارش على البرتغال اللي ناضلوا مشكل في البرلمان ديالهم، كيقول لك علاش حنايا ما عملناش بحال المغرب، عملوا ديك العمليه السباقيه واجلاء المواطنين وديك المساعدات، الناس ناضلوا مشاكل مع بعضيتهم غير بسبه ديالنا، ويخرج مغربي من فوسط مننا كيدعي باللي هي جريده مغربيه يقول لك باللي هذيك عمليه تهجير المواطنين. واش الاخوان كيجيكم هادشي هذا عادي؟ انا هاد يونس مسكين كنعطيكم كنأكد لكم يقينا باللي ديك الجمله هذيك راه تخلص عليها باش يعمل لها الاشاعه البروباغندا: تهجير المواطنين، حيت هي كتقال في القنوات الجزائريه. وهو كالعاده كالكوفيين اللي كانوا كيخرجوا يوميا في المظاهرات على فلسطين، على تحرير فلسطين. وفي الاخير ها هي القصر الكبير تقريبا شهر والمدن المغربيه كتغرق الفيضانات، ما شفنا حتى شي ردة الفعل، ما شفنا حتى شي مظاهرة، حتى شي خرجة، ولو كلمة، ولو تدوينة. علاش هادوك ما محسوبينش مغاربة؟ قصر كبير ما محسوباش علينا؟ ها؟ اولا كتهضروا غير على فلسطين، ثم كيحرقكم قلبكم غير على فلسطين؟ هادو خوتكم المغاربة ما محسوبينش؟ انا هادشي اللي كنستعجب له. دابا هذا مثلا خلى دول العالم، خلى الصحافه العالميه، خلى الاشاده العالم، وما يجيك يقول لك لا هذاك عمليه تهجير المواطنين. واش هذا مغربي؟ واش هذا ما مخلصش بدينار البترول الجزائري؟ المستحيل. حيت الا كان انسان طبيعي اول حاجه كنعيط من الله سبحانه وتعالى انه يخفف ما نزل، ويدعي مع الاخوان ديالو، ويتاسف للناس اللي هجرت الديور ديالها، ويقول الله يرجعهم بالسلامه الديور ديالو. هذا هو المغربي. ولكن باش تخرج انتينا في قناه دوليه امام العالم وتقول باللي هذيك عمليه تهجير، حسبنا الله ونعم الوكيل. انا عاود نقولها: هاد يونس مسكين عنده صحيفه صوت المغرب في خدمه قطر وتركيا، ماشي من اليوم، من دائما. ولكن اليوم اكد يقينا باللي تركيا وقطر كتعطي التعليمات والجزائر كتعطي الكلمات. هذا هو يونس مسكين. عندي فواك على الكوفيين وعلى صحاب فلسطين، اما المغاربه راه بعادين عليك، ملوك، ابناء ملوك، تربيه ملوك. دائما الله، الوطن، الملك، وعاش الملك.